فخامة ماكسيميليانوس كبير المستشارين. لا إله في هذا الكون سوى خالق السماوات والأرض. ماذا قال؟ لا إله في هذا الكون سوى خالق السماوات والأرض. إله إبراهيم، إله نوح، إله موسى كليم الله، إله داود وسليمان، وإله عيسى، وإله آخر الأنبياء الذي ينتظر العالم ظهوره، الإله الذي أرسل كافة الأنبياء لهداية البشر، الإله الذي توعد الظالمين بجهنم. كيف تسكت على سماع هذا الكلام؟ يا جوبيتر المقتدر ماكسيميليان، ماذا تقول؟ أقسم بزيوس إنني كنت أعلم بخطر ماكسيميليانوس وقلت ذلك مرارا. إنه ليس الوحيد، نحن أيضا نؤيد كلام ماكسيميليانوس ونؤمن بما يقول. إننا لا نعترف بآلهة تدعى جوبيتر، ديانا، هركيوليس، ليسيبل وأبولون وهادريانوس وأي اسم آخر. إلى متى تظل جالسا وتصغي إلى هذا الهذيان؟ اهدئي. إننا لا نقر بوجود إله غير الإله الواحد الأزلي. لقد تعودت أن لا أتخذ قرارا في 3 حالات: في الغضب والسكر والخوف أيضا. ديوكليتيانوس، ألا تريد الانضمام إليهم؟ وأنت يا بروتوس، وأنت ماذا؟ وأنت يا جوليوس، لا تخجل، قل. يجب أن ننضم إليهم. من سينفذ خطة قتل الإمبراطور؟ لقد قتلوا الإمبراطور، وهل يمكن قتله بصورة أشد من هذه؟ هل هناك من ينضم إليهم؟ أجل، بقي هناك من يرغب بالانضمام إليهم. نحن نؤيد كل ما قاله إخوتنا ونؤمن به. إن الإمبراطور إنسان مثلنا ليس إلا. هل يدعوكم العقل إلى عبادة إنسان مثلكم، أو لعبادة تماثيل صنعت من الذهب والحجر والحديد؟ إن إلهنا أحد لا يحتاج لشريك قط، ولا لولد ولا لأي كائن لتدبير أمور الكون. إنهم أثاروا غضب الآلهة، لقد كفروا بآلهتهم باعتقادي أن جزاءهم الصلب. هذه المهزلة يا ديوكليتيانوس. يا صاحب الجلالة، إن هؤلاء السفهاء خرجوا عن دين آبائهم وأجدادهم من الأمراء والأشراف، ودانوا بدين العبيد والأراذل من الناس. إنني أرى ذلك، ولكن ماذا يفعلون في بلاطك؟ يا صاحب الجلالة،
إن هؤلاء أبناء أشراف الرومان، وقد عاش آباؤهم لسنوات مديدة في خدمة الإمبراطورية وإمبراطورها العظيم. والقرار لك يا صاحب الجلالة، إذ إنني لا أدري لما فقدوا عقولهم. بل أنت المجنون. إن المجانين هم الذين يصنعون تماثيل تشبههم من الخشب والحديد. أنتم المجانين، فبدلا من أن تعبدوا الله الذي خلقكم تعبدون تماثيل صنعتموها بأيديكم. فاحكموا الآن، من هم المجانين؟ بل إنكم أنتم الذين تعبدون إلها لا تدرون ما شكله كي تصنعوا له تمثالا. لو كانت الجياد والأسود والبقر لها أيد وقادرة على الرسم لرسمت إلها يشبهها تقليدا لما رأوه من أفعالكم الحمقاء يا بروتوس. وهل هناك حماقة أشد من ذلك إذ تدعون وجود جوبيتر في هذا العالم وأن أبولون هو ابنه؟ وهل هناك من هم أشد ظلما منكم حيث تلقنون الناس البسطاء هذا الهراء والزيف؟ أيها الإمبراطور، إنك تدعي أن أمر ربوبية الناس قد فوض إليك، فهل تقدر على الاستغناء عن النوم والطعام أو أن تدفع الموت عن نفسك؟ كفى! اقبضوا عليهم. اقتلوهم، يجب أن يحرق هؤلاء. سيدتي لا، ألقوا القبض عليهم فقط. لا أريد أن يموتوا بهذه السهولة، أريدهم أحياء. الموت قليل بحقهم، سأنتقم منهم شر انتقام. يا صاحب الجلالة، سأجعلهم يندمون ويتوبون.